في عام 1954، والأبطال والقامات العالية العلمية وشاهدناها في الفيلم التي فكرت وزرعت الفكرة وأنشأت المعهد. إنني في هذه المناسبة أطوبهم ونذكرهم بالخير، لأنهم أدوا عمل جليل لكنيستنا المقدسة، ولأنهم كانوا أصحاب علم وأصحاب إيمان وأصحاب عمل دؤوب، ولذلك كانت زرعتهم زرعة ناجحة فأثمرت واستمرت. وها نحن نحتفل ب70 عاما. تخيل كده شجرة عمرها 70 سنة، يبقى شكلها إيه؟ وتصير هذه الشجرة كما نقول في المزمور الأول: يكون كالشجرة المغروسة على مجاري المياه التي تعطي ثمرها في حينه، ورقها لا ينتسر، وكل ما يصنع ينجح. هذا هو معهدنا. ولذلك أيها الأحباء نحن نطوبهم اسما الذين فكروا. كان صح في موجود كلية إكليريكية وكان في فصول تعليم في الكنائس، ولكنهم يفكروا معهد يحفظ التراث القبطي بكل صوره. هذا عمل من أعمال روح الله في حياة كنيسته، أنه يحرك نفوس وعقول. واتنشأ المعهد، ولذلك كما أقول أنني أطوبهم ونذكرهم بالخير تماما، ونذكر معهم الآباء البطاركة الذين رعوا المعهد ووضعوه في اهتمامهم: المتنيح البابا يوساب الثاني، القديس البابا كيرلس السادس، والمتنيح البابا شنودة الثالث. اهتموا بالعمل وصار له أهمية مع الآباء المطارنة والأساقفة اللي تعبوا في التدريس. الكلمة الثانية أوجهها إلى المدرسين والأساتذة والمحاضرين في هذا المعهد في زماننا الحاضر. لقد ائتمنكم الله على أمانة غالية، هذه الأمانة التي تسلمناها من الأجيال السابقة، ولذلك مسؤوليتكم أيها الأساتذة وكل من يقوم بعمل التعليم في هذا المعهد مسؤوليتكم رفيعة المقام جدا. فأنتم تعتبرون في هذا الزمان أنكم ذاكرة الكنيسة، وأنكم المفكرين وحاملي شعلة العلم، ولذلك مسؤوليتكم في غاية الخطورة. ومسؤولية أنك أستاذ بتقوم بالتدريس في كل مجالات التراث القبطي وبتسلمها النهاردة بعد ما استلمتها من الأجيال السابقة، مسؤولية كبيرة للغاية. وإنك تحفظ الشعلة مشتعلة منيرة وهادية للنفوس ومعلمة لمن يريد أن يتعلم في المعهد، هذه مسؤولية كبيرة. ولذلك أيها الأساتذة الأحباء كل في تخصصه، أنتم تحملون عملا كبيرا. معظمكم أساتذة متطوعين كما كان الآباء الأساتذة الأول اللي وضعوا أساس المعهد كانوا أيضا متطوعين، وهم يقدمون من خبراتهم ووقتهم وعلمهم وخدمتهم، يقدمون هذا العمل في هذا المعهد. ولذلك أنا أرى أن كل المدرسين والأساتذة الذين يعملون في هذا المعهد أنهم مسؤولين أمام الله عن تقديم نقاوة في التعليم وتقديم خلاصة قوية.
فبسببكم يكون التعليم قويا أو ضعيفا. إن كنت أنت أستاذ بحاثة شاطر مش بتكرر وبس، وبتدور تشجع تلاميذك وعمال تبحث وترفع من شأن المعهد اللي عدى عليه 70 سنة دول، هو ده الصورة الصح للأستاذ، الصورة الصح. فأنا أعتبر أن المعهد هو مكان خدمة بالأول، والخدمة ترتقي عن الوظيفة. الوظيفة بنشتغلها وبناخد مرتب وخلاص، أما الخدمة دي حاجة راقية، حاجة سامية، أنت تشارك في هذا العمل. وزي ما